شرح الكنيسة السيدة العذراء مريم الشهيرة بالمعلقة. مكتوب اهو تاريخ الكنيسة نهاية القرن الرابع الميلادي. مشاهدة فوق برجين من الحصن الروماني بابليون الذي بناه الامبراطور تراجان سنة 98 ميلاديا، مبنية على الطراز البازيليكي على شكل سفينة نوح. سيب لكم شوية الكتابة كده عشان الناس تقرا اللي مكتوب بالتفصيل. دي اهي الكنيسة المعلقة، دي صورة ليها اهي. ايه؟ ليه؟ اطلعي منها وانت طالعه امشي شمال. بص عاجبك كده؟ بص شو ده؟ شرح ايه ده؟ اول واحد عمله الانبا لما ندخل الانبا المقطم من العذراء ظهرت الكنيسه هنا اي مبنى بلاش ولكن دي كانت 500 سنه من غير المسلح ولا اي حاجه. فدي تعتبر تحت ذاتنا. الكنيسه هنا تحتوي على قضيه وعظمه ايقونه. يرجع تاريخ الايقونات في القرن ال 17 والقرن ال 18. اشهر ايقونه عندنا في الكنيسه هي الايقونه اللي قدامها الشمع هنا. الايقونه دي العذراء شايله السيد المسيح ويوحنا المعمدان ويصلي زيت الزيتون. هي اشهر ايقونه على الرغم من كمان كل الايقونات. الايقونه دي رسمت بطريقه لو بصيت على عينين العذراء كل الاتجاه يمين لا العذراء زي I voi onda się komunikę, że opali ludzi weź i uda się kubuszy, ja nie jestem też organ i że to się ويعني دوبك الزوار اللي بيجوا الكنيسه هم اللي بيشوفوا دي لو ما حصلتش كان وقفوا 10 كيلو طوابير عشان يحطوا بصه عليه. دي اللوحة اللي بيقول عليها الراجل شبه الموناليزا، السيدة العذراء مع السيد المسيح، و هو دي كان بيقول عليها ان هي عامله زي الموناليزا بالظبط. يعني برضه السيدة العذراء بتبص للواحد من اي اتجاه وحجمها اكبر بكتير. يعني دي اشهر ايقونه هنا من 110 ايقونه موجودين في الكنيسه المعلقه.
وهي سمت بالمعلقة لأن الأرض فاضية، في جزء منها فاضي. هي بنت على برجين حرف يو وبين البرجين خشب، ألواح خشب، فبالتالي الأرض اللي احنا واقفين عليها دي تحتها فاضي، زي ما باين في الصورة كده تحتها فاضي خالص يعني.